السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة هنعمل صينية لحمة بطريقة مختلفة غير المسلوقة وغير اللحمة المشوية. طريقتها حلوة وطعمها حلو. والله انا كان عندي ولد ما بياكلش اللحمة نهائي الا اذا كانت مفرومة ومعمولة في صينية مكرونة او كفتة. لما عملنا الطريقة دي خلته ياكل فيها بصراحة. فلو ما عندك ولد ما بياكلش اللحمة ممكن تعملي بالطريقة دي. انا معايا هنا عرق من اللحمه منضفاه وقطعته بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. جبت بصلتين كبار وطماطميتين كبار مع معلقه من الملح والفلفل الاسمر وبهارات لحمه ومعلقه من البصل بودر وربع معلقه صغيره من الثوم البودر، بس مش هنضيف اكتر من كده بهارات، مع كوبايه ولا كوبايه ونص ميه بحيث انها تغطي بس اللحمه عشان هنسويها فيها. تمام بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كده. هنقلبهم في بعض ونسيبهم حوالي ساعتين 3 على الاقل. ان باتت ليله فده افضل. خلاص هنيجي وقت التسوية هنرفعها على النار ونسيبها لحد ما تغلي من جميع الجهات ونقلبها كده عشان الحتت اللي ما غليتش تغلي بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. وهنغطيها بورق فويل وهندخلها على الفرن. هنحاول واحنا بنغطيها بورق الفويل كده نغطيها بإحكام علشان ما يطلعش منها البخار وتقوم تستوي. وبعد نص ساعة نبدأ نبص عليها، لو احتاجت مية نحط لها حبة مية صغيرين بحبة مية صغيرين مع ضبط الملح طبعا. تمام بالشكل ده كده وندخلها الفرن. هي قعدت حوالي ساعة ونص في الفرن. لما طلعتها هو ده شكلها بعد ما طلعت. ما شاء الله اللحمه كانت مستويه وطريه جدا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كده. طريه جدا ومستويه وطعمها حلو وطريقه مختلفه وتجديد للولاد في الاكل. تمام كده انا هعمل جنبها كوسه ومكرونه محمره. فانا هضرب جايبه طماطم هنا غسلتها ونضفتها وهضربها في الخلاط انعمها، وكوسه قشرتها واقطعها وربات. تمام كده الطماطم بعد ما ضربتها ناعمه خالص. هجيب بقى بصلة احطها في الصينية واخرطها ناعم واحط عليها معلقة من الزبدة. انتي ممكن تحطي زيت، تحطي سمنة، تحطي اللي متاح عندك، اي مادة دهنية متاحة عند حضرتك. تمام يا دوبك بس انا هسيح بس قطعة الزبدة مش اكتر. انا لا هدبل البصلة ولا هصفرها، انا عايزة ني في ني كده. فص ثوم مهروس مع مكعب من المرق. انا ما بشتريش مكعبات المرق يا جماعة، انا بعملها في البيت على طول. والطريقة موجودة عندي في القناة للي حابب يرجع لها. ممكن اسيبها لكم في صندوق الوصف ان شاء الله. تمام هنزل بقى بحوالي كوباية من العصير الطماطم. برضو انا مكترلهاش الطماطم. تمام انا مش عاملة كتير كمان من الكوسة، انا عاملة حوالي نص كيلو كوسة بالظبط. تمام كده خلاص هسيبها كده دقيقتين بس مع بعض. وبعدين هنزل بالملح والفلفل الاسمر، وهنزل بعد كده بالكوسة بعد ما قطعتها. تمام بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كده. هشوحهم مع بعض بس 5 دقايق كده تشويح فقط لا غير، واروح مزوداها بالشوربه وادخلها الفرن. تمام هسيبها لما تغلي كويس اروح مدخلها على الفرن على طول. تمام وهي كده هي بعد ما طلعت من الفرن اخدت سواها كويس ووشها احمر. هنبدا بقى في عمل المكرونه. انا معايا هنا المكرونه اللي انا هستخدمها، حطيت عليها شويه من الزيت وهشوحها بس كده يا دوبك تاخد لون احمر بسيط. تمام هبدا نحمر فيها كده وايدي فيها على طول مع نار هاديه علشان ما توحدش مني، يعني ما توحدش، يعني واحده تبقى واخده لون بني وواحده تبقى مصفر، يبقى كلها لون واحد زي ما حضراتكم شايفين كده. هنزل عليها بقى بمكعبين مرق وشويه من الفلفل الاسمر وشويه من الملح، وهقلبهم فيها وهزودها دي بالميه. تمام الطماطم بقى طبعا بعد ما تتشوح خالص هنزل فيها الطماطم واسيبها تتشوح مع نفسها كده براحتها لحد ما المكرونه تشرب الطماطم، واروح زايدها بعد كده. كل ده على نار هاديه. بعد كده هعلي عليها النار عشان تغلي طبعا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كده. هي كده غليت، هغطي عليها واسيبها مع نفسها لحد ما تستوي. هي كده هي بعد ما استوت يبقى احنا الحمد لله المكرونه استوت والكوسه استوت واللحمه الحمد لله استوت. فكده خلاص وقت الغدا هنغرف ونتغدى.
وبألف هنا وشفا اللي اكل، وبألف هنا وشفا ان شاء الله للي يعملها. وان شاء الله تنول اعجابكم. طريقه اللحمه دي بالطريقه دي حلوه جدا، وتجديد في المطبخ عن اللحمه المفرومه والكفته وصينيه المكرونه، يعني تجديد في الطعم والتغيير. اتمنى لو انتوا وصلتوا معايا لحد كده ما تنسونيش في اللايك والاشتراك، والى اللقاء في فيديو جديد.